في الفيديو ده هنستعرض عملية تغيير الجسر الجنوبي أو الساوث بريدج في ماذر بورد جيجا بايت جي 41. دي طبعا معانا صورة للماذر بورد، هي موديل جيجا بايت جي 41 ام تي شرطة بي 3. وهنا ده الساوث بريدج أو الجسر الجنوبي. الموديل بتاعه طبعا بيبقى مكتوب عليه، ولازم طبعا تركب جسر جنوبي تاني يكون في اخر حرفين متطابقين زي الجي بي اللي موجودين قدامه. يعني لو هو اي بي ما ينفعش تركب مكانه جي بي، طابق اخر حرفين في السطر الاول اللي تحت الماركه اللي تحت شركه انتر. وطبعا لازم تشيل الباتري السيموس باتري، وبتشيل الهيت سينك اللي موجوده فوق الساوث بريدج والنورث بريدج عشان هيدخل طبعا على جهاز البي جي اي ورك ستيشن دلوقتي. وبتبدا تحط فلكس تحت الشيبسيت وتدخله او تجبره على الدخول بواسطه الهيتر، بتدفعه بفوهه الهيتر ان هو يتخلى الكرات الاسير اللي موجوده بالاسفل عشان عمليه الفك تكون سهله وما يحصلش اي قطع او اي ازاله لكونتاكت موجود اسفل الشيبس. هنا واضح طبعا قدامنا ده المثلث اللي على البورده اللي بيقول اتجاه تركيب الشيبس فين، وفي خط ذهبي بيوضح اتجاه التركيب. بعد طبعا ما حطيت فلكس بتبدا تثبت المذر بورد على جهاز البي جي اي ورك ستيشن بواسطه الماسكات المعدنيه اللي موجوده على الجانبين، وطبعا بتختار فوهه بتكون مقاسها مناسب للشيبسيت. وهنا عندي طبعا دي البروفايلات الحراريه. البروفايلات الحراريه طبعا بتبقى متخزنه، انت بتبقى مخزنها على جهاز البي جي اي ورك ستيشن، وبتبقى واخدها من الشركه المصنعه. بتقول لك كل مرحله من المراحل السته مثلا اللي هتبدا فيهم عمليه تسخين على الشيبسيت، كل مرحله هتبقى درجه حراره كام درجه مئويه للسخان العلوي ووقت قد ايه، والسخان السفلي نفس الحكايه كام درجه حراره مئويه عند كل مرحله. وهنا الالارم اللي هو الانذار اللي بيبقى صفاره في الجهاز علشان يقول لك تبدا ترفع السخان قبل ما البروفايل الحراري يخلص. وهنا طبعا ده اللي بيبقى موجود على شاشه الجهاز. طبعا على حسب الموديل والموديل اللي معاك فيه شاشه تحكم هتلاقي فيه زي منحنيات بتوضح لك درجه حراره السخان العلوي والسفلي ودرجه حراره الثيرموكابل اللي هو سنسور الحراره اللي هي واضحه قدامنا في الكيرف الاحمر. طبعا هنا بعد ما اخترت بروفايل الحراره وضغطت على كلمه سولدر اللي موجوده في التحكم، بعد ما البروفايل الحراري بيخلص بتبدا ترفع الشيبسيت بواسطه ممكن كلابه معدنيه. وده واضح طبعا مكان اللي هو الموجود على البورده اللي كان مثبت فيه الشيبسيت، واضح فيه كرات اسدير طبعا موجوده، بواقي كرات اسدير. هنا هنغير طبعا الشيبسيت، فبنبدا ننظف بواقي كرات الاسدير بواسطه مكوى يكون سنها مشطوف مش سن مدبب، وتبقى حاطط فلاكس طبعا كتير. فلاكس يستحسن من نوع جيد زي الامتك 559، وبتستخدم اللي هو السولدر ويك او اللي بيسموه الناس الشيلد اللي هي الضفيره النحاس اللي بتستخدم لازاله بواقي الاسدير، وبسن المكوى طبعا، وبتبدا تمررها على اماكن تواجد الاسدير في المكان المخصص ليه على البورده لحد ما طبعا تحصل على النتيجه دي ان احنا طبعا ازلنا كل البروزات الاسدير او بواقي الاسدير اللي موجوده على مكان تركيب الشيبسيت تمهيدا لتركيب الشيبسيت الجديد. الشيبسيت الجديد طبعا بيبقى جاي عليه كرات اسدير خاصه بيه. طبعا واضح قدامنا ان احنا ازلنا كل بواقي كرات الاسدير. وهنا النقط الفضي دي هي نقط اللحام. واضح طبعا ان هنا في نقطه من نقط اللحام اتشالت، ممكن والشيبسيت هو بيتشال، بس طبعا هي واضح انها نقطه ارضي لانها مش متصله باي مسارات، فما فيش مشكله عادي الشيبسيت بيركب والبورده ممكن تشتغل ما فيش اي مشكله خالص. انما النقط اللي فيها مسارات دي لو واحده فيهم اتشالت ممكن تعمل لك مشكله، فتحرص طبعا ان انت تحط فلكس كفايه قبل عمليه ازاله الشيبسيت، ويفضل ان هو يكون بجهاز بي جي اي ورك ستيشن. هنا عندي ده الشيبسيت الجديد طبعا بيبقى جاي في عبوات بلاستيكيه، بنحرص ان هو يكون نفس الموديل يعني بنطابق اخر حرفين اللي هم الجي بي. ودي كرات الاسدير طبعا بتبقى جايه ملحومه جاهزه على الشيبسيت من المصنع، انت بس بتركب الشيبسيت الجديد مكان القديم وبتظبطه في نفس اتجاه اللحام الخاص بيه، وبعدين بتبدا تنزل فوهه السخان العلوي على الشيبسيت مباشره، وبتبدا تديله بروفايل حراره، تضغط على كلمه سولدر،
وبتنتظر لحد ما عمليه اللحام بتنتهي وعمليه التبريد تبدا، وكده تكون خلصت لحام الشيبسيت. هنا طبعا بنستخدم جهاز البي جي ورك ستيشن في بعض الاعطال الخاصه بالمذر بورد في عمليات الريفلو على قواعد البروسيسور. احيانا بيبقى فيه شروخ في الكرات الاسدير اللي موجوده بالاسفل، فبنعمل لها عمليه اعاده تسخين او ريفلو على قاعده البروسيسور علشان نصلح العطل الخاص بقاعده البروسيسور. هنا واضح طبعا ان قاعده البروسيسور احنا كنا استعرضناها قبل كده، وقلنا ان هي بيبقى فيها كرات اسدير بتثبتها على المذر بورد، واحيانا بيبقى فيها بعض الشروخ، فبتبقى محتاج اعاده صهر تاني علشان الشروخ دي تلتئم والاشارات تتصل او توصل تاني من المذر بورد للبروسيسور من خلال الكرات الاسدير.